شهدت مباراة السعودية والأرجنتين العديد من اللقطات المميزة داخل أرضية الملعب وخارجه، منها ما كان باعثا للبهجة ومنها ما كان حزينا، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل الثلاثاء 22 نوفمبر تشرين الثاني ضمن منافسات جولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022. عندما شارف الشوط الأول على الانتهاء، تعرض قائد المنتخب بالسعودي ونجم وسطه سلمان الفرج لإصابة جعلت مدربه الفرنسي هيرفي رونار يستبدله بزميله نواف العابد. وأظهرت لقطات المباراة الفرج بعد أن ألقى التحية على مدربه رينار وهو يبكي متأثرا بخروجه من اللقاء في موقف كان حزينا للجماهير السعودية والعربية. بعد تسجيل سالم الدوسري الهدف الثاني للمنتخب السعودي، توجه نجم دفاع المنتخب السعودي علي البليهي وهو يقف في منتصف الملعب إلى جانب ميسي ويتبادل الحديث معه. في حين بدأ الاثنين كان في مشادة كالأمية، يعتقد أن البليهي كان يستفز ميسي بعد التقدم السعودي، فحاول ميسي الابتسام في وجه البليهي قبل أن يتدخل بقية اللاعبين لفض ما بينهما. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمعلق الرياضي العماني الشهير خالد لوشي، ظهر خلاله وهو يعلق على المباراة ويحتفل بالفوز على طريقته الخاصة. ونشر بوشي الفيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك، والذي ظهر فيه واقفا وينظر إلى الكاميرا. وفي الوقت ذاته كان يعلق على اللحظات الأخيرة من المباراة، بينما كان يشير بأصابعه إلى الملعب ويومئ برقم 2، إشارة إلى الفوز السعودي بهدفين على الأرجنتين. في حين ضجت صفحات مواقع التواصل أيضا بالكثير من الفيديوهات لاحتفال الجماهير السعودية داخل ملعب لوسيل في قطر، ولكن أبرزها ذلك الذي جاء من مرات الخروج التي هتفت به الجماهير متسائلة: أين ميسي؟ في حين أظهر مقطع فيديو مصور لمجموعة من الجماهير السعودية خارج الملعب وهي تحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو. في واحدة من أبرز اللقطات التي شهدها اللقاء، قام مشجع أرجنتيني بخلع قميص منتخب بلاده، واستعار قميصا من مشجع سعودي لارتدائه. أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع الأمير القطري وهو يتوشح بالعلم السعودي خلال تواجده في منصة ملعب لوسيل الدوحة. وفعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن إعجابهم بدعم المنتخب العربي الذي يواجه المنتخب الأرجنتيني. أبرز لقطات التي نشرت من المباراة كانت لحظة قفز اللاعب السعودي سالم الدوسري في الهواء احتفالا بتسجيله هدف منتخبه الثاني على الأرجنتين. أما اللقطة الثانية فكانت بعد انتهاء المباراة، وقام لاعب المنتخب السعودي بالسجود لله فرحا بالفوز، بينما كان ميسي يمشي بقربهم وهو يندب حظه على الخسارة. بينما اللقطة الثالثة فكانت لمشجعة أرجنتينية مسنة وهي تأخذ قيلولة وتسند رأسها على كتف زوجها أثناء المباراة، فيما يبدو أنها كانت محبطة من نتيجة منتخبها.